السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه الأخبار؟ معاك أخوكم خالد كمال على صفحتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. صفحتي خارج الملعب، قناتي خارج الملعب. أنا بس حابب بس قبل ما ابتدي أتكلم معاكم، أنا عايزكم تشيروا الفيديو ده في كل حتة، تشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا. اخواتي الزملكاويه المحترمين يشيروا الفيديو ده في كل حته ويحاولوا الفيديو ده يتشاف، لان الفيديو ده مهم جدا. لان الواحد خلاص بقى مستفز بطريقه فوق الخيال يعني. فكل الناس طبعا محترمين، وكل الناس، انا مش بقول الناس الزملكاويه المحترمين ان هم يشيروا الفيديو، لا، كل الناس محترمه فوق دماغي. بس النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها وهي الحوارات اللي دايره بسبب ماتش السوبر، الزمالك وبيراميدز والاحداث اللي حصلت. طبعا نتفق او نختلف، اللي عمله لاعيبه نادي الزمالك غلط مليون في المية. دي اسمها بلطجة، اسمها قلة أدب، اسمها عدم احترام للنادي اللي هم بيلعبوا فيه، عدم احترام لاسم البلد اللي هم بيلعبوا بيها باسمها. فطبعا كلنا معترفين بالغلط ده، لكن لما يكون اعلاميين مصريين والله العظيم، وما يتقالش عليهم اعلاميين، يقول لك احنا دارسين اعلام واحنا 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 واحنا، ودول اقل ما يتقال عليهم اعلاميين. وانا اتكلمت عليهم في حلقة امبارح وهو عارف نفسه. ف ان انت تطلع، سيبك بقى من ان انت تتريق على النادي، تتريق على نادي الزمالك، تتريق على كيان نادي الزمالك، تتريق على رئيس نادي الزمالك، بس ان انت تطلع تتهكم على الاحداث اللي بتحصل في الامارات والموقف اللي فيه لعيبه نادي الزمالك ونادي الزمالك، بدل ما تتابع الاحداث عن اهتمام وعن تضامن وعن احترام. ما بقولش تضامن ان احنا نتضامن في الغلط، تضامن ان احنا نقف جنب اللعيبه بتاعتنا، ان احنا نحاول ان احنا نخرج باقل الخسائر من الموضوع. لكن حضرتك طالع تتهكم على النادي، وتتهكم على شخص رئيس النادي من اجل مصالح شخصيه، وانا متاكد بنسبه مليون في الميه. تمام. الموضوع مش اهلي وزمالك، الموضوع موضوع مهنيه، الموضوع موضوع ان البلد فعلا الكوره مش كوره في الملعب بس، الكوره مؤسسات، الكوره سيستم، الكوره نظام، الكوره تكنولوجيا، الكوره كل حاجه. تمام. كل الكلام اللي انا اتكلمته ده مش موجود هنا في مصر. الكلام اللي موجود هنا في مصر الهري والكيد والعصبيه والتعصب وقله الادب والسفاله. دي الكوره باختصار في مصر. فالاحداث طبعا اللي بتحصل في الامارات كلنا مش راضيين عنها، كلنا مختلفين عن اللي بيحصل. تمام. لازم يكون في قرار رادع من استاذ حسين لبيب اتجاه نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، واقاله فورا عبد الواحد السيد من منصبه كمدير للكوره، لان انت كده ما خليتش حاجه للعيبه ان هي تعملها. سيبكم بقى من ماتش الاهلي، وسيبكم من ماتش النهائي ده، قصه هنتكلم فيها بعدين. بس ارجو من الزملكاويه اللي هيشوفوا الفيديو ده يشاركوه في كل حته. ارجو من الناس المحترمه اللي بتشتغل على السوشيال ميديا، اللي بتتكلم باحترام، اللي بتشجع ناديها باحترام بدون تجاوز، تعمل الاعلامي ده ريبورت على صفحته، ان هو بيدعو للتعصب وبيدعو لقله الاحترام. فوالله صدقوني الموضوع مش موضوع اهلي وزمالك، الموضوع على قد ما هو موضوع الواحد بيتضايق فعلا من اللي حصل. الواحد بقى مخنوق يتفرج على كوره. المفروض دول قطبين الكوره المصريه، الاهلي والزمالك.
في تنافس، في بطولات بتلعب في، بس قبل ده كله يبقى في اجواء ان انت يبقى ليك نفس ان انت تتفرج على اللي بيحصل. لكن احنا بقينا ان احنا نتفرج على مشادات، على قلة ادب، على اعلاميين طالعين بمكيالين، طالعين ب100 وش. اعلامي اللي انا بتكلم عنه دوت، ودي مش اول مره هتكلم عنه، يطلع في السوشيال ميديا اللي هو يقول لك ذباب الكتروني، ويطلع يقول لك اصل دول ناس مش محترمه وناس قليله الادب. لا، حضرتك السوشيال ميديا دي هي اللي عملتك، هي اللي شهرتك، تمام. بتطلع في قناه محترمه، قناه الشمس، تتكلم بوش تاني. فانا بدعو من اخواتي الزملكاويه يشيروا الفيديو ده في كل حته. بدعو من اخواتي الزملكاويه عمل ريبورت في صفحه الاعلامي ده، لان انت لو دخلتوا وشفتوا كميه التعليقات المستفزه اللي بيعلقها على الجمهور، فدي حاجه مستفزه وما ينفعش ان احنا نسكت عنها. ارجو دعم للصفحه، ارجو دعم لقناتي على اليوتيوب. هنزل الفيديو ده على الفيس وهنزله على اليوتيوب. ارجو منكم اللايكات على قد ما تقدروا على الفيس وعلى على اليوتيوب عشان الفيديو ده يتذاع. وشكرا، طولت عليكم. وعاش الزمالك. مش هقول بقى اكبر قاره رياضيه في مصر، الزمالك بالنسبه للزمالكاويه ده اعظم نادي في الدنيا. فعاش الزمالك، وان شاء الله كبوه وهتعدي، وان شاء الله الدنيا هترجع لامورها. سلام.